ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم وصفه تفتيح للبشره، تفتيح فوري حلو قوي. اول ما بتحطيه على بشرتك بيدي تفتيح واشراقه للبشره حلو قوي. ماشي، بس قبل ما اقول لكم على الوصفه بتاعتي انزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك، واي حاجه عايزينها اكتبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اول بقى مكون معايا وهو سر من اسرار الكوريين هو الرز. انا ما بستغناش عن الرز. الرز ده حلو جدا للبشرة والشعر. بيفتح، مقشر خفيف للبشرة، بيشيل اي جلد ميت، تحفة. انا هجيب الرز ده، لو الرز هو مكتوب عليه مغسول هتجيبيه وتروحي جاية ضرباه في الكب على طول لحد ما يبقى بودر. طيب لو مش مكتوب عليه، لو مش مغسول، هتجيبي شوية رز وتغسليهم كويس قوي وتفردي لحد ما ينشف، وبعد كده هو تضربيه في الكبة. بس لازم يكون الرز نظيف عشان ده احنا هنحطه على بشرتنا. ماشي. الرز انا هطحنه لحد ما يبقى بودر معايا وتحفة. ماشي. ضربت بقى الرز لحد ما بقى بودر، وهبدأ انزل عليه. انا بنزل عليه دلوقتي بايه؟ لبن. بصوا، لبن. طيب ممكن تضيفي لبن او ممكن تضيفي زبادي اللي متوفر عندك، سواء ده او ده. انا حطيت لبن، قلبهم كويس قوي. وممكن تحطي تاني ايه على الوصفة دي؟ نقطتين من الليمون، او يعني انا هحط عليهم نقطتين من عصير الليمون. طب لو بشرتك حساسة تقدري تستخدمي نقطتين من البرتقال. البرتقال طلع دلوقتي، وبرده لان فيتامين سي بيفتح قوي البشرة، فهتبقى وصفة تحفة. يبقى رز مطحون ولبن او زبادي ونقطتين ليمون، ولو بشرتك حساسه حطي نقطتين برتقان، عصير برتقان. ماشي. وهنقلب كويس قوي وهنحطهم على البشره لمده ربع ساعه، مرتين في الاسبوع بس. ماشي. دلوقتي هطبقه على بشرتي. دلوقتي اول حاجه هتحطي البشره، تغسلي بشرتك، لازم تحطيه على بشره نظيفه. ماشي. وتغسلي بشرتك بميه دافيه مش سخنه، ميه دافيه. وبعد كده تبداي تحطي الماسك بتاعك وبحركات دائرية، ويعتبر برضو مقشر تحفة وبيدي نتيجة فورية. تبدأي بحركات دائرية